صدق الله العظيم. في أصوات لما تسمعها تحس إنها مش مجرد تلاوة، دي طاقة نور وبصيرة بتهز القلوب من جوه. السوشيال ميديا رجعت تفتكر وتتداول من تاني فيديو خاشع ومؤثر جدا لليلة رمضانية لا تنسى من قلب مسجد مصر الكبير بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة. البطل هنا هو القارئ الشيخ عطية الله رمضان. صوت خرج من دولة التلاوة المصرية، صوت خرج من دولة التلاوة المصرية ليصدح بآيات الذكر الحكيم في صرح من أكبر مساجد العالم. الشيخ عطية الله القارئ الضرير اللي ربنا أنعم عليه ببصيرة القلب قدم تلاوة عطرة مبدعة أبهرت جميع المصلين. تحكم قوي جدا في المقامات الصوتية، إحساس عالي ونقي وصل لقلوب الحاضرين والمتابعين في ثواني، خلت المقاطع بتاعته تتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي. اللقطة دي بتثبت إن مصر دايما هي منبع الأصوات العظيمة، وإن العجز عمره ما كان في العين. العجز الحقيقي هو عجز القلوب عن تدبر كلام ربنا. ما شاء الله على الصوت والموهبة، ربنا يبارك في حنجرته الذهبية. شاركونا في التعليقات بدعوة حلوة من قلبكم للشيخ عطية الله، واكتبوا الله أكبر ولله الحمد.